إسباني شافي هرنانديز. الملعب ممتلئ عن آخره، بل أن هنالك عدد كبير من المشجعين كانوا يأملون في الوصول إلى الملعب. خارج الملعب كانوا يتمنون الحصول على تذكرة والدخول لأجواء كبيرة للغاية والتي تفتقد في هذا اليوم، وهي بالتأكيد لا يمكن أن ننسى تلك الأجواء اللي كان يقدمها ليونيل ميسي لسنوات طويلة في برشلونة، وكريستيانو رونالدو لسنوات طويلة في مدريد. لكن اليوم الحاضر أمامنا في هذه الكوكبة من النجوم وفي هذا التنافس اللي سيستمر إلى الأبد بين مدريد وبرشلونة، بين الميرينجي والبلوغرانا. الليلة الكبيرة من يحسمها، الكأس الغالية من يفوز بها في أرض الرياض على استاد الملك فهد الدولي. مدريد اليوم البارسا يعطي أراوخو اللي فاز فيها البارسا في تلك الأمسية. اليوم ريال مدريد القنوات الناقلة لأحداث هذه المباراة والذي سيفك الارتباط بمولوني الذي حقق نفس العدد من البطولات الأمامية تصل بعد ذلك وإلى بعيد على جافي اللي يحتفل اليوم بمباراة رقم 200. الكرة الطويلة داخل منطقة الجزاء وفرصة، لكنها مرت أمام أراوخو. بنهائي مثير أكثر بين الغريمين. مندي في وسط الميدان، حلوة من فينيسيوس. كارفاخال تحرك من جانب كامافينجا، ضغط عالي فرانكي ديو. كارفاخال، كريم بنزيما، كوندي في التغطية، بنزيما في اللمة، تغطية من جانب كامافينجا. صراع الفرنسيين، الرمية الجارية وتدخل من توني كروس إلى فينيسيوس، خرجت إلى رمية جانبية لمصلحة برشلونة. رمية جانبية لبرشلونة. طبعا مباراة داخل مباراة راح تشوفها اليوم بين أراوخو وفينيسيوس جونيور. القائد بكرة بلمحة حلوة 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 حلوة، لكن بيليتاو يحاول ليفاندوفسكي الوصول، لكن مودريتش على اليمين. فيني بعيد على فينيسيوس. الميدان بكرة أمامية، روديجر يكسب الخط، ليفاندوفسكي بتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي، غير معقول يا برشلونة، يا الله كم كانت جميلة. حلوة من ليفا، الضربة في القائم والثانية بعيدة يا بالدي، لكن جافي حولها لديمبلي. ال1-2 تغطية، لكن بالكعب مرتنا في 12 دقيقة الماضية بدون أن تشاهد. يبحث عن كرة أمامية خطيرة بالراس، لكنها عالية جميلة من ليفاندوفسكي. أول تهديد أو ثاني تهديد للبارسا. نعم، ثاني تهديد لبرشلونة. لعبة حريفة أيضا من جانب جافي، بدأ أنه ليفاندوفسكي كان في مكان التسلل في اللقطة الماضية. على كل حال كرة عدت بسلام بالنسبة للحارس كورتوا اللي اكتفى بمتابعتها وهي تعتلي مرماه. ثاني فرصة بوسكيتس إلى كوندي، الخطورة على مرمى الفريق الخصم. مودريتش على جهة اليسار بكرة عرضية اصطدمت في الدفاع، يحاول استعادتها، خطأ على مودريتش. ولمصلحة أراوخو في هذه اللقطة بعد تدخل في اللقطة الماضية. تهديد حقيقي وخطير جدا من جانب برشلونة. البحث عن حلول إلى بوسكيتس، ال1-2 لا تمر. اليات المهمة، وأيضا شهد ولادة بطولة جديدة، لكن اصطدمت في الدفاع إلى بالدي بكرة، لكن عدت. يا الله، فالفيردي تغطية من بالدي، أمن على الكرة بالدي بروعة كبيرة. ضربة مرمى وركلة مرمى لبرشلونة. شاهدنا ريال مدريد بعد تقريبا 17 دقيقة في أول تهديد خمسة لداني كارفاخال، طويلة باتجاه فينيسيوس، الإبعاد بالخطأ صار لمندي. الكرة العرضية خطيرة بالراس، يا الله جميلة من مندي، راسية كريم عدت بمحاذاة القائم. حلوة 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 حلوة. هذا الكبير ديونج يلعب كرة، لكن كارفاخال في التغطية. حلوة لكريم، كريم مرة ما بتير شتيجن، تغطية فيها تسلل. نعم، كفتي وتدخل أمام ديمبلي من جانب مندي في هذه المباراة. كرة تعود بعد ذلك أقرب إلى ديونج، رأسية بعيدة، رمية الراية كريستيانو واليوم. الكرة أمامية خطيرة بعيدة عن الكل بين مودريتش، بدري، توني كروس. ديمبلي على جهة اليمين بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع. شافي حب أن تكون أول بطولاته كمدرب على حساب
كوندي بكرة طويلة لكن أقرب بعد بالدي جافي. لوين الكرة بعد ذلك يا بارسا؟ فيها تسلل انفسهم وشخصيتهم في مثل هذا النوع من المباريات. خطأ يحتسب 32 دقيقة لعب في النهائي. كرة عرضية خطيرة لكن الإبعاد من الدفاع على مرتين. كارفاخال صافرة من الحكم بالسلامة لروديجر. روديجر تعرض لإصابة بس على الدكة بعد أن شارك أساسي في المباراة الماضية. تعود الكرة لمصر. مودريتش تمريرة الرد صعبة. كامافينجا الكثرة غلبت الشجاعة. يصر فيني على الحصول على ليفاندوفسكي وجافي 1-0 يا بارسا. جافي الحلب يا جافي 1-0 لبرشلونة. الله يا بلوغرانا. هدف أول لبرشلونة بروعة كبيرة يا جافي. روعة يا جافي. لقطة في منتهى في داخل منطقة الجزاء الثاني للبارسا بتمريرة بكرة بروعة. الله يا بلوغرانا. الثاني لبرشلونة. روعة 2-0 للبارسا يا جافي. ديونج يا جماعة ديونج. أي لمسة أي لعبة أي تمريرة لديمبلي وكرة كورتوا بروعة كبيرة يا ديمبلي. ما هي لبرشلونة الكرة خطيرة لكن كورتوا يتألق في اللحظة الأخيرة. كوندي كريستنسن جافي في الجهة اليسرى محاولة بكرة هذا جنون يا برشلونة. الماضي لك والحاضر لك وبكرة لك يا بارسا. الله الروعة يا جول. السلام عليكم ورحمة الله. اعتبر مدرب منتخب مدغشقر لكرة القدم للمحليين رامود اليوم بقسنطينة أن المباراة التي سيواجهها أمام غانا يوم الأحد بداية من الساعة 8 مساء بملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة صعبة جدا. وأضاف مدرب مدغشقر في الندوة الصحفية التي نشطها بالقاعة المتخصصة للصحافة بملعب الشهيد حملاوي تحسبا لمواجهة منتخب غانا برسم المجموعة الثالثة لشان 2023 بأن فريقه سيعمل على بذل ما في وسعه لحصد النقاط الثلاثة للقاء، معتبرا أن الفوز في المقابلات الأولى سيعطي ثقة كبيرة للاعبين ويشجعهم على مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في هذه النسخة السابعة للشان. كما أفاد نفس المتحدث بأن تشكيلته التي تعول على اللعب الجماعي قد حضرت جيدا لهذه البطولة من الجانبين البدني والنفسي، خصوصا أن فريقه حضر في تونس ما سمح له حسبه بالتأقلم بسهولة مع ملعب الشهيد حملاوي. من جهته أكد كذلك لاعب منتخب مدغشقر أن رفاقه على أتم الاستعداد لخوض غمار هذه البطولة وأنهم على وعي تام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لأجل تشريف ألوان بلدهم.